الأهلي يفاجئ علي معلول بهذا القرار. شهدت الأيام الماضية مفاجأة من إدارة النادي الأهلي للتونسي علي معلول لاعب الفريق، وذلك بشأن راتبه الذي يتقاضاه داخل القلعة الحمراء. وأكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك اتجاه قوي داخل النادي الأهلي لمنح التونسي علي معلول راتبه السنوي مع الفريق الأحمر بالجنيه المصري وليس الدولار. وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج البريمو على قناة 10: عرض مسؤول النادي الأهلي على التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر تقاضي راتبه السنوي مع القلعة الحمراء بالجنيه المصري في الفترة المتبقية من عقدها مع القلعة الحمراء وليس للدولار. وتابع: طلب النادي الأهلي من علي معلول الموافقة على الحصول على راتبه بالجنيه المصري بدلا من الدولار بسبب الأزمة الحالية في توفيره، وأنه من الأفضل أن يتم استغلال الدولار في حسم الصفقات الأجنبية في الموسم المقبل. ويعد علي معلول من العناصر الرئيسية في الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية.